السلام عليكم. اليوم غادي نقدموا لكم كريسات كيجيو في الفران ديال السردين. يا سلام، واحد الكريسات مشاهيتكم كيجيو غزالين زوينين وبنان. وراه هانتو كترافقوهم مع شليضه شليضة مع بطاطا غديوه صيفيه بامتياز. غديوه ديالنا. وهاد الكريسات راه فيهم زرعه الكتان، كيجيو غزالين وغنيين وبنان. وغنيين بالاوميغا 3. الناس اللي كيبغوا بحال هكذا شي غديوه تكون صحيه وفي نفس الوقت صيفيه. بقاو معنا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وبالصحه والراحه. ورافقناهم شويه ديال الشطاطه كما كتشوفوا معنا، وضيفنا وهذه المقبله ديال البطاطا مع شويه ديال البسطه وشويه ديال الربيع حتى هي رافقنا معاهم. المقادير كفته ديال السردين غسلناه وصايبناه. بالنسبه للطريقه ديال التنقيه ديال الحوت راه ديجا الوالده ديالي دارت لكم فيديو مفصل بالطرق ديال التنقيه ديال الحوت. بعد ما نقيناه راه كطحنوه في الهاشوار ولا في الماكينه العاديه. غنضيفوا البصله، بصله مشكوكه ولا مقطعه طريفات صغار في الهاشوار هي وخي الزر. نبداو ان شاء الله الكفته ديالنا ونزيدو عليها البصله ونخيزو ليه شويه. عندنا الربيع عندنا الملحه، الزيت، تحميره، كمون كنديرو بزيت. السردين كيبغي الكمون، قزبر، سكينجبير، الخرقوم، زعتر نحكوه بيدينا بحال هكا. وعندنا الثومه وها السيرفيكين ريت كتان كتان شويه ديال الزيت، الزيت العادي، شويه ديال الزيت العود. تكورها كويرات على هذا الشكل وكتحطهم في واحد اللاطه اللي مدهونه بالزيت.